حضراتكم مشوار الفنان القدير الراحل سيد عبد الكريم، ولسه مكملين معاكم مع جملة اللقاءات مع مجموعة من الفنانين والفنانات ومجموعة من أقاربه في سرادق العزاء الخاص بيه. هنلتقي بحضراتكم بعد الفاصل. زي ما أشرنا في الحلقة السابقة إن الفنان سيد عبد الكريم حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية، وكمان خد منها الدكتوراه، وهناك تعرف على الفنان القدير صلاح السعداني، واللي أصبح بعد كده صديق الدرب ورفيقه لسنوات وسنوات. وكمان التقينا في سرادق العزاء بالفنانة حنان شوقي اللي كلمتنا عن الفنان القدير سيد عبد الكريم واللي اعتبرته إنه والدها. وكمان كلمنا الفنان القدير صلاح السعداني على الصداقة اللي ربطت بينه وبين سيد عبد الكريم، وكمان أيام الدراسة كانوا عاملين إزاي. رحمة الله على الأستاذ الدكتور السيد عبد الكريم، ومما لا شك فيه أن السيد عبد الكريم كان شخص مصري شديد الاجتهاد الإنساني، وربنا كان وهبه، وهو على المستوى الإنساني شيء لا يعوض الحقيقة. ربنا عوضنا عنه خير، وربنا يرحمه ويحسن إليه. أنا أعرف سيد عبد الكريم من